السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح سعيد علينا جميعا، يا رب دايما أشوفكم بأحسن حال. النادي الأهلي بيكمل مسيرة مشوار مباراة الهلال السوداني. الأهلي المصري بيقدم مذكرة كبيرة جدا قد كده اهو، بيشكو فيها الهلال السوداني من الأخطاء الكارثية اللي حدثت أثناء وقبل وبعد المباراة. اللي حصل يا جماعة في مباراة الهلال السوداني والنادي الأهلي كارثة. كارثة مش رياضية بس، لا، الموضوع أبعد من كده. كارثة إن إحنا إخوات، كارثة إن أنا أخوك ورايح بلعب عندك في بلدك. كارثة لما تطلع بعد المباراة كأنك بتنتقم وطالع قاعد بتعمل في تصريحات وإحنا خدنا طرد. أنت عمرك ما كنت في مستوى أو في ليفل أو حتى جنب الأهلي من بعيد. طار مين اللي أنت أخدته؟ لما تفتح المجاري على لاعيبه النادي الاهلي وتخلي اللعيبه ما تعرفش تغير لبسها، تبقى قله ادب، تبقى قله ادب. لما تلعب الاهلي الساعه 3 العصر في السودان في عز الشمس، والشمس اصلا عموديه على وش الاهلي، فين الاخوه؟ فين ان انا اخوك يا اخي؟ انت ليه مصر؟ يعني ليه بتذبحني؟ ليه الرياضه اتحولت لحاجات تانية؟ ليه اتحولت لعنف وتحولت لسياسه وتحولت لحاجات كتير؟ من امتى الرياضه بيحصل فيها كده؟ من امتى؟ لما الدكتور بتاعك يعتدي على لاعبي النادي الاهلي، على محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، ويطلع يتخانق والحاكم يديله طرد وما يطلعش بره الملعب، هي دي رياضه؟ هي دي رياضه؟ المشكله ان لما تجيلك الضربه او الوجع من اخوك، تبقى مش عارف تتكلم ولا تقول حاجات كتيره جدا انت ممكن تقولها، حاجات كتيره جدا انت ممكن تقولها و... وتفضح حاجات كتير كانت ممكن بتحصل هناك. لكن المشكله ان احنا فينا يا اخي حته الاخوه. احنا كمصريين فينا حته الاخوه قوي، الواحد فينا بيحب اخوه قوي. احنا اكتر شعب بنحترم اخواتنا. شوفوا اي بطوله بتحصل في مصر بيقابلوا العالم اجمع، بيقابلوه ازاي؟ فعلا يا اخي والله مصر دي ام الدنيا، اقسم بالله مصر دي ام الدنيا. واي حد في العالم بيحاول ان هو يقلد مصر بيفشل. عيب، عيب. دي احنا طول عمرنا بنقول ان مصر والسودان دي دوله واحده. عيب، ده احنا دايما بنقول ان مصر والسودان. طبعا اللي حاصل ده مش هقول لك بيمثل السودان، ما بيمثلش السودان، بس في قرارات لازم تتاخد ضد الهلال. انا لما الاهلي يعتدي على حقك ويعمل فيك في قرارات مصريه تتاخد ضده. لا امن متامن كويس، ولا لعيبه حافلات مش متامنه رايحه للعيبه، واللعيبه تتضرب في الحافلات بتاعتها. فين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ دي مش رياضه، دي مش رياضه، ده انتقام. اللي بيحصل ده انتقام، اللي بيحصل ده مسخره. من امتى الرياضه بقت كده؟ من امتى الرياضه بقى دلوقتي كل لعيب سوداني، كل لعيب من الهلال السوداني فاز على النادي الاهلي ليه مكافأة $500,000 فرنك سوداني. اللي وراك معروف والله العظيم، اللي وراك معروف. خلي بالك في مباراة مات فيها 72 شهيد للأهلي. الرياضة مش كده. الرياضة عمرها ما اتحولت لضرب وقتل وخناق. الرياضة أخلاق وذوق قبل ما تبقى لعبة. وفي الآخر احنا اخوات،
وما ينفعش نضر بعض. سلمنا على الأخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.